بيبدأ الفيلم بشاب اسمه كايل وهو رايح حفلة بتاعت واحد صاحبه، وهناك بيتعرف على بنت اسمها إيمي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. فبتبدأ إيمي تعرفه بنفسها وبتقوله إن هي من عيلة غنية جدا وأبوها توفى من سنة وهتورث كل فلوسه كمان شهر، عشان كده والدتها قررت توديها دورة تدريبية لمدة 3 شهور عشان تتعلم الاعتماد على نفسها وكمان تقدر تتحمل المسؤولية. فبيقول لها كايل إن هو كمان من عيلة غنية جدا ووالده رجل أعمال وملياردير مشهور، وعلى الرغم من إن حياته مرفهة جدا إلا إن هو حاسس بالوحدة، وكمان والده دايما شايفه شخص مهمل ومستهتر وما بيتحملش اي مسؤوليه. ولما بتخلص الحفله بتركب ايمي العربيه مع كايل وبيوصلها كايل للبيت، وبيكونوا هما الاتنين مشغلين اغاني وسكرانين. فجاه بيظهر كلب على الطريق وبيحاول كايل يتفاداه عشان ما يقتلهوش، ولكن العربيه بتتقلب ولحسن الحظ بيكون كايل لسه عايش. واول ما بيخرج من العربيه بيسيب ايمي لوحدها من غير ما يساعدها وبيمشي بعيد، فبيتقبض عليه بسبب ان هو كان سايق وهو سكران. وبتتنقل ايمي للمستشفى، ولما بيعرف والد كايل باللي حصل ده بيتصل على ماركوس مدير اعماله وبيخليه يرشي القاضي المسؤول عن القضيه عشان يخرج ابنه من السجن. وبالفعل بيخرج كايل من السجن وبيكلمه والده في الموبايل وبيلومه عشان ساب ايمي في العربيه من غير ما يساعدها، وبيقرر ان هو يعاقبه ويوديه دوره تدريبيه على جزيره لمده 3 شهور عشان يعتمد على نفسه ويتعلم المسؤوليه. وبيحذره ان هو لو حاول يهرب من الدوره التدريبيه دي هيتبرى منه ومش هيديله فلوس ابدا، فبيضطر كايل ان هو يوافق. ولما بيروح على الجزيره بيقابل المسؤولين عن الدوره دي واللي هم كلوز وماك، فبيبدا كلوز يعرف قواعد الدوره دي وبيقول ان هو لازم يلتزم بالمواعيد ويحترم زمايله اللي معاه، وبيهددوا ان هو لو خالف القواعد دي هيتعاقب بطريقه بشعه، وفي الاغلب هيتم طرده من الدوره وهيرجع لبيته مره تانية، وساعتها والده هيتبرى منه للابد. وبعدها بياخدوا ماكس عشان يعرفوا على هيرك، وهيرك ده اللي هيكون شريكه في السكن. وبيكون كايل في الوقت ده مستغرب ان الجزيره معزوله في مكان بعيد، كمان في حراس كل مكان. فبيقول له هيرك ان الدوره التدريبيه دي معموله لاولاد الاغنياء وطبعا لازم يهتموا بيهم ويحرسوهم، وعلشان كده الحراس دول موجودين للحمايه، ولكن الغرض الاساسي من الدوره هو انهم يتعلموا ازاي يعتمدوا على نفسهم، خصوصا ان كل زمايله في الدوره ولاد اغنياء وعملوا مشاكل كتير جدا لاهاليهم. وبعدها بياخده عشان يوري له الاوضه بتاعته وبيقول له ان العشاء هيكون الساعه 7. فبيساله كايل عن السبب اللي خلى اهله يبعتوه الدوره التدريبيه دي، فبيقول له هيرك ان هو كمان بيلعب قمار وخسر 50 مليون دولار في يوم واحد، عشان كده اهله بعتوه المكان ده كنوع من انواع العقاب. وبالليل بيصحى كايل متاخر عن ميعاد العشاء بربع ساعه، ولما بيروح عشان يتعشى بيقابل كل زمايله اللي معاه في الدوره، وبيتفاجئ ان ايمي اللي سابها في العربيه معاه هي كمان موجوده، واول ما بتشوفه بتشتمه طبعا عشان ما ساعدهاش وسابها في العربيه لوحدها وكانت على وشك انها تموت. فبيقطعها هنا ماكس وبيقرر يعاقب كايل عشان خالف القواعد واتاخر ربع ساعه، وبيخليه يطلع جبل 3 مرات وهو شايل حاجات تقيله جدا. ولما بيخلص بيرجع عشان يتعشى مع زمايله وبيبداوا كلهم يتعرفوا على بعض، وبتكون ايمي قاعده متضايقه من كايل وكالعاده بتشتمه، فبيعتذر لها عشان سابها في العربيه من غير ما يساعدها، وبيقول لها ان هو كان سكران وما كانش في وعيه. وبعدها بيتكلم ماكس مسؤول الدوره وبيقول لهم ان كل واحد فيهم اتولد في اسره غنيه جدا وان هو ما واجهش اي صعوبات في حياته، وبسبب ده اتعلموا الاهمال وبقوا يعملوا مشاكل لاهليهم. عشان كده الهدف من الدوره دي هو انهم يتعلموا المسؤوليه ويعرفوا المعنى الحقيقي للحياه. وتاني يوم بيحاول كايل يهرب من الجزيره وبيتفاجئ ان مفيش اي مركب يهرب بيه، فبيجي مسؤول الامن وبيقول له مستحيل يقدر يهرب لان اقرب مدينه على بعد 60 كيلو واكيد هو مش هيقدر يعوم المسافه دي كلها. في الوقت ده بيكون في رئيس عصابه اسمه بيلي بيتكلم مع 2 من رجالته وبيتفقوا انهم يروحوا للجزيره اللي فيها الدوره التدريبيه دي ويخطفوا كل اولاد الاغنياء عشان يطلبوا فديه من اهاليهم، وبيقرروا انهم هياخدوا منهم فديه مليار دولار. وبنرجع تاني لكايل وهو متجمع مع زمايله وبيطلب منهم ماكس يجهزوا حاجتهم عشان هيعملوا معسكر في الغابه لمده اسبوع، وطبعا ده عشان يعلمهم يعتمدوا على نفسهم. وبيتحركوا كلهم للغابه وبيعلمهم ماكس المشي على الحبال عشان يقدروا يتنقلوا في الجزيره، وبيعرفهم ازاي يصنعوا فخاخ عشان يصطادوا الحيوانات، وبعدها بيعلمهم التسلق على الجبال وبيقدروا كلهم يتسلقوا ما عدا كايل بيكون خايف من المرتفعات العاليه، فبيقرر كل زمايله انهم يسيبوه ويمشوا عشان يخلوه يعتمد على نفسه. ترجع ايمي تشمت فيه وبتقول له ان ده عقابه عشان سابها في العربيه، فبيترجاها هنا كايل ان هي تساعده لان هو بيخاف من المرتفعات. فبتتردد ايمي في البدايه شويه ولكن بتقرر ان هي تساعده وبتشجعه لحد ما بيقدر يتسلق على الجبال، فبيشكرها هنا عشان ساعدته. وبيرجع يقول لها تاني ان هو كان سكران وما كانش في وعيه لما سابها لوحدها في العربيه، وعشان ياكد لها كلامها بيقول لها ان مفيش اي مبرر يخليه ما يساعدهاش، خصوصا لان هو اعجب بيها اول ما شافها وان هو اللي صمم يتعرف عليها. فبتقتنع ايمي بكلامه وبيروحوا لباقي زمايلهم في الغابه، وهنا بتقول له ايمي ان هي هتورث فلوسها من ابوها كمان 5 ايام، وان هي سعيده جدا بوجودها في الدوره دي لانها اتغيرت وحست بمعنى المسؤوليه. وبعدها بيتحركوا كلهم في الغابه وبيقدروا يصطادوا غزاله وبيقعدوا كلهم ياكلوها، وبتبدا علاقتهم تتطور وتزيد وبتبدا فعلا شخصيتهم تتغير. والاول مره بيكون كايل فرحان وبيقتنع كمان ان الدوره التدريبيه دي هيكون ليها دور كبير في تحسين سلوكه وشخصيته. ولما بيخلص اسبوع الغابه بيرجعوا تاني المقر بتاعهم وبيروح كايل يقعد مع ايمي وبيلاقيها محبطه وبتكون حزينه على وفاه
باباها، فبيحاول يرفع من معنوياتها وبيقول لها ان باباها ساب لها ثروة كبيرة لان هو بيثق فيها وعارف ان هي هتقدر تتحمل المسؤولية، عشان كده لازم تحترم ثقته فيها وتحقق له حلمه وتكمل اللي هو بناه. وبعدها بيروحوا يتجمعوا مع زمايلهم وبيحضروا كلهم الفطار مع بعض، وبيبقى واضح ان الاسبوع اللي قضوه مع بعض في الغابة حسن من سلوكهم كلهم وقربهم كلهم من بعض. وبالليل بتهجم العصابة على الجزيرة عشان يخطفوا كايل وزمايله وبيقتلوا كل حراس الامن اللي موجودين على الجزيرة. وفي نفس الوقت ده بيكون كايل وزمايله متجمعين وبيحتفلوا كلهم بعيد ميلاد ايمي، فبيروح كايل عشان يجيب لهم مشروبات، وفجأة هنا بتهجم العصابة عليهم وبيقتلوا ماكس وكلوز. وبيكون كايل شايف كل اللي حصل ده، فبيهرب من المقر بسرعة قبل ما العصابة تقتله او تقبض عليه. فبيسأل بيلي رئيس العصابة عن مكان كايل، وبكل شجاعة بتقول له ايمي ان محدش فيهم هيقول له على مكانه، وده لانها استنتجت ان العصابة خاطفينهم عشان يطلبوا فدية من اهاليهم وبالتالي مش هيقدروا يقتلوا حد فيهم. فبيقول لها بيلي ان هو اخترق سيستم الدورة التدريبية وعرف كل حاجة عنهم، وبيعرفها ان كايل جبان ومش هيقدر ينقذهم او يعمل لهم اي حاجة. واكبر دليل على كده ان هو ما ساعدهاش لما العربية اتقلبت بيهم، ولكن ايمي بتكون واثقة في كايل ومتأكدة ان هو هيرجع وهينقذهم. وبعدها بيأمر داني المساعد بتاعه ان هو يدور على كايل في الجزيرة، لانه لو هرب هيحصل لهم مشكلة وخطتهم هتبوظ. في الوقت ده بيكون كايل واقف لوحده بعيد عن المقر وخايف ومش عارف يتصرف ازاي، فبيفتكر لما تخلى عن ايمي وسابها لوحدها في العربية من غير ما يساعدها، وبيعرف هنا ان خوفه هو نقطة ضعفه وان اكبر مشكلة هتواجهه هو خوفه ده، عشان كده بيقرر يساعد صحابه وما يتخلاش عنهم. تاني يوم بتبعت العصابة فيديو وهم بيقتلوا مسؤولين الدورة لوالد كايل وكل اهالي المخطوفين، بيعرفوهم انهم خطفوا اولادهم وعاوزين فدية $1 مليار، وبيطلبوا من والد كايل يجمع كل الاهالي وياخد منهم الفلوس ويستنى منهم مكالمة الساعة 6 عشان يعرف باقي التفاصيل، وبيحذروا ان هو هيقتل ابنه لو اي حد من الاهالي بلغ الشرطة. فبيخاف والد كايل وبيلاحظ ان ابنه مش موجود في الفيديو مع باقي المخطوفين، ولكنه بيضطر ينفذ كلام العصابة حفاظا على سلامة ابنه. في الوقت ده بيكون كايل على الجزيرة وبيجهز نفسه عشان يروح يساعد صحابه، وفي طريقه بيقابل رئيس الامن وبيستغرب ان العصابة لسه ما قتلهوش لحد دلوقتي، ولكنه بيتفاجئ ان هو بيكلم بيلي رئيس العصابة وبيبلغه ان هو قبض على كايل وهيجيبوا المقر. بعدها بيهدد كايل ينفذ كلامه ويمشي ناحية المقر والا هيقتله، فبيفهم ان هو شغال مع العصابة. فبيتحركوا هما الاتنين ناحية المقر وبيمشي على الحبل عشان يوصلوا للناحية التانية. فبيحاول كايل يفكر في خطة عشان يهرب وبيهز الحبل عشان يوقع رئيس الامن وبيتخلص منه، ولكنهم بيقعوا هما الاتنين في المية. ولحسن الحظ لما بيخرج كايل بيلاقيه وقع على دماغه ومات. فبيكمل كايل طريقه عشان يساعد صحابه المخطوفين، وبيقف في مكان قريب من العصابة وبيراقبهم عشان يلاقي طريق يدخل بيه المقر. في الوقت ده بيتجمع والد كايل مع اهالي المخطوفين وبيقول لهم ان في واحد رافض يدفع الفدية بتاعت بنته، وللاسف هيكونوا مضطرين يتشاركوا ويدفعوا الفدية بتاعتها والا العصابة هتقتلها. فجأة هنا بيكلمهم بيلي رئيس العصابة وبيوريهم فيديو لاولادهم هم بيترجوهم يدفعوا الفلوس لان العصابة قتلوا كل المسؤولين عن الدورة وممكن يقتلوهم هم كمان. فبيلاحظ هنا والد كايل تاني ان ابنه مش موجود في الفيديو، فبيقول لبيلي ان هو مش هيدفع اي فلوس غير لما يتاكد ان ابنه لسه عايش، وبيقفل معاه المكالمة. وبيجي الليل وبيوصل كايل للمقر وبيعرف ان العصابة متجمعين عشان يفكروا في خطة يقبضوا عليه بيها، فبيستغل الفرصة دي وبيدخل الأوضة اللي زمايله محبوسين فيها وبيفكهم، وبيكونوا كلهم مش مصدقين ان كايل انقذهم لانهم كانوا متوقعين ان هو جبان ومستهتر. وبعدها بيهربوا كلهم وبيقرروا يدخلوا الغابة عشان يستخبوا من العصابة. ولما بيعرف بيلي رئيس العصابة انهم هربوا بيتعصب جدا وبيأمر المساعدين بتوعه ريتش وداني يدوروا عليهم في الغابة ويمسكوهم. في نفس اللحظة دي بينفصل كايل وزمايله في الغابة عشان يشتتوا العصابة وما يعرفوش طريقهم، واثناء ما كانوا بيهربوا بتخبط واحدة فيهم في جذع شجرة وبتنزف، ولكنها ما بترضاش تقول لحد من زمايلها عشان ما تعطلهمش وتكون السبب في ان يتقبض عليهم كلهم. ولما بيطلع النهار بتدخل ريتش الغابة عشان تقبض عليهم، بيدخل في رجليها اسهم مصنوعة من جذع شجرة، وبنعرف ان كايل هو اللي عامل الفخ ده عشان يعطل العصابة. على الجانب الاخر بيكون والد كايل بيفكر في طريقة ينقذ بيها ابنه، وبيدخل عليه جوز والدة ايمي وبيقوله ان هو مستعد يعمل اي حاجة عشان ينقذ ايمي على الرغم من انها بتكرهه جدا عشان يتجوز امها. بنروح بعدها لايمي وبتكون في الوقت ده بتعيط ومنهارة عشان زميلتهم اللي كانت بتنزف للاسف ماتت، وضحت بنفسها ومرضيتش تقول ان هي بتنزف عشان هم يعيشوا. فبيتعصب هنا كايل وبيقرر يروح يواجه العصابة عشان ينتقم لزميلته. فبيروح لمكان الفخ اللي كان عامله وبيلاقي ريتش هربت منه، وفجأة بيلاقيها واقفة وراه وبتهدده يرمي السهم اللي معاه، وبتيجي ريتش وبتربط ايده. فبتيجي ايمي في اخر لحظة وبتهجم عليها وبيقعوا هما الاتنين من على المنحدر، وبيدخل جذع شجرة في دراع ايمي فبتضرب ريتش وبتوقعها على الارض وبتقتلها بجذع الشجرة اللي في دراعها. فبيساعدها كايل وبيربط لها الجرح وبيعترف لها هنا ان هو بيحبها. في الوقت ده بتكون الشرطة عرفت وبتواصل مع اهالي المخطوفين وبتقول لهم رئيسة الوزراء انهم حددوا مكان الجزيرة وبعتوا قوة عشان ينقذوا ولادهم. فبيقول لها والد كايل ان العصابة بقالها فترة مش بتتواصل معاها، وده معناه ان في حاجة بتحصل، عشان كده طلب الطيارة بتاعته وهيروح ينقذ ابنه بنفسه. في الوقت ده بيوصل داني اللي شغال مع العصابة لكايل وايمي وبيهددهم ما يتحركوش من مكانهم والا هيقتلهم، ولكن فجأة بيجي باقي زمايلهم وبيحاصروهم من كل الاتجاهات، وبيكون
بيكون مشتت ومش عارف يتصرف، فبيضربوا واحد منهم بسهم وبيقتله، وبكده بيقدروا يتخلصوا من كل افراد العصابه ما عدا بيلي الرئيس بتاعهم. فبيتفقوا كلهم انهم يعملوا له فخ وانهم هيمسكوه مش هيقتلوه عشان ينتقموا منه على اللي عملوا فيهم. فعلا بيجهزوا الفخ وبيستخبوا كلهم عشان يحاصروه، وبيحاول واحد منهم يستدرجه ناحيه الفخ، لكن لحسن الحظ بيلي بيشوفه وبيقبض عليه وبيخليه يتحرك ناحيه الجسر اللي فيه الفخ. واول ما بيخرج من الجسر بيحدف زمايله عليه بنزين وبيكونوا عاوزين يولعوا فيه لانهم فاكرينه بيلي رئيس العصابه، ولكنهم بيتصدموا ان ده زميلهم وان بيلي كشف الخطه بتاعتهم وبيهددهم ان هم لو ما سلموش نفسهم هيقتل زميلهم. ولكن قبل ما يكمل كلامه واحد فيهم بيحدف عليه سهم في رجله وبيهربوا كلهم من المكان اللي هم فيه. فبيضرب نار على جيسون زميلهم وبيسيبه في كتفه وبيقرر يجري وراهم كلهم عشان يقبض عليهم. فبيستخبى كايل ورا سور، واول ما بيشوفه معدي من ناحيته بيهجم عليه فورا وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض، ولكن بيلي بيكون اقوى منه بكتير وبيمسكه من رقبته وبيخنقه. فبياخد كايل صخره من على الارض وبيضربوا بيها لحد ما بيفقدوا الوعي وبيرميه من فوق الشلال. فبيقع بيلي على سيخ حديد وبيموت. ولما بتيجي ايمي بتلاقي التليفون بتاعه اللي كان بيتواصل بيه مع العصابه، فبتاخده عشان تديه للشرطه وبيعالجوا الجرح اللي في كتف جيسون. وبيجي والد كايل عشان يطمن على ابنه، وبتعرفوا ايمي ان كايل اتغلب على خوفه وانقذ كل زمايله اللي في الجزيره، بقى شخص فعلا يعتمد عليه. وهنا بتشوف جوز مامتها وهو قلقان عليها، فبتروح عشان تقابله وبتكون مش مصدقه ان هو جاي يطمن عليها، خصوصا لان هي بتكرهه وحاسه ان هو طمعان في فلوس باباها اللي هي ورثتها. بعدها بتقعد تشوف الموبايل بتاع بيلي رئيس العصابه وبترن على اخر رقم متصل بيه، فبتفاجئ ان هو رقم جوز امها، وبتعرف ان هو كان شريك العصابه وكان عاوز يقتلها عشان يسرق الفلوس اللي ورثتها من ابوها. فبتيجي الشرطه وبيقبضوا عليه، وبتقرر بعد كده ايمي ان هي تكمل حياتها مع كايل وبتعترف له بحبها.